هلا والله يا عمر. ازيك يا ازيك يا عمر، ربنا يبارك فيك ويحفظك. ما السؤال الأول بيقول لك السين تنتمي لح سالب. واحنا يا مستر بناخد دلوقتي؟ احنا دلوقتي انت لسه داخل. بقول هنبدأ نراجع على درسين درسين لحد ما نخلص المنهج من الجلدة للجلدة. تمام؟ ده من الجبر. اه، من أول درس، يعني لو حد حابب يراجع معايا تمام. صح. المفروض بعد الحصة دي تمسك الدرسين بتاع الجبر الأولانيين، تفنش أصعب أسئلة. أصعب أسئلة بقى. يلا بينا. أول سؤال بيقول لي س تنتمي لح سالب، فهنا النقطة سالب س والجذر التكعيبي لس تقع في الربع الإيه؟ تقع في الربع نقط. واحدة واحدة. والله يا مستر، طالما س تنتمي لح سالب يا سيدي، أنا أقول لك على طريقة سهلة عشان أريحك، عشان ما تعبكش معايا. إيه هي الطريقة السهلة دي يا مستر؟ افرض السين بأي عدد سالب، وليكن بسالب واحد مثلا، وحطه هنا هعوض بيه. يبقى سالب في سالب واحد، والجذر التكعيبي لسالب واحد اللي هو برضه سالب واحد. كمل. سالب في سالب بموجب واحد، ده سالب واحد. المسقط الأول موجب، المسقط التاني سالب. موجب سالب يبقى تقع في الربع. الرابع ولا الرابع ولا الرابع؟ الرابع. والله ممتاز يا سيف الله، اختيار سليم ومسدد. طب مستر من فضلك معلش يعني. خد انا راحتك خالص. عايزك تقول الترتيب بيبدأ بتاع الارباع ازاي؟ أقول لك يا سيدي على طريقة جميلة ما تحفظش خالص، ها، ولا تفهم برضه، يعني ريح دماغك. بص أقول لك على طريقة سهلة. الربع الأول موجب موجب، عشان الربع الأول ده محترم، تمام. ماشي. والربع الثالث، بص سالب سالب. ثالث يبقى سالب سالب، عشان ثالث يبقى سالب سالب، ده كلمة ثالث أهو. طب والثاني يبقى سالب موجب، ده كلمة ثاني أهو، في سالب بداية الكلمة ثاني. وده موجب سالب بس. تمام. نسيتهم ارسم الرسمة. نسيتهم اعرف إن ثاني يبقى سالب، موجب ثالث يبقى سالب سالب، موجب سالب اللي هو يبقى موجب الرابع. موجب سالب موجب سالب سالب موجب سالب. الله عليك. تمام. حلو. بيقول لك هنا برضو نون س اتنين بيساوي تسعة، ونون س في صاد بيساوي ستة. يا ترى نون صاد بإيه؟ صلى على النبي بيه، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أقول له النون ده يا أبطال يعني عدد عناصر، نون يعني عدد عناصر س اتنين بتسعة. يبقى أروح أكتب له تحتها، يبقى نون س بس بتلاتة. يبقى نون س بتلاتة. أه. طب هنا أشيل نون س دي. نون س في صاد بستة، يعني هنا بتلاتة في نون صاد بيساوي ستة. طب تلاتة في كام يدينا ستة؟ تلاتة في اتنين، يبقى نون صاد بإيه؟ باتنين. طب ممكن يجي يطلب منك في الامتحان نون صاد اتنين، عادي تقول له اتنين في اتنين بأربعة. يلا بينا السؤال اللي بعده. تلاتة وخمسة تنتمي لتلاتة وستة في ميم وتمانية. يا ترى الميم بيساوي نقط. والله يا مستر التلاتة ده المفروض يبقى موجود في المجموعة الأولى، وهو فعلا موجود خلاص، فسيبك من التلاتة وسيبك من المجموعة الأولى. الخمسة المفروض يبقى موجود في المجموعة التانية، يبقى الميم بإيه؟ الميم بخمسة، الميم بخمسة. خمسة. حلو. بيقول لك السين بتساوي واحد وتلاتة وخمسة، سؤال ده شهير. وعين دالة على السين عين دالة. وبيانا بيقول لك إيه؟ صلى على النبي يا بيه، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. بيانا بيقول لك الألف مع التلاتة، والباء مع الواحد، والواحد مع الخمسة. يا ترى ألف زائد الباء بيساوي إيه؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، ألف ناقص الباء بإيه؟ بسم الله. ألف ألف زائد زائد. باء المفروض بستة يا مستر صح؟ بس اختلف تمانية. العلماء. ناقص باء وألف بتمانية. ناقص باء الله بتمانية الله يا ستة. مستر. الله عليك يا عمر، تمانية. تمام. تمانية. أصلا بص يا سيف الله، هو عندك واحد تلاتة خمسة دول المفروض يكونوا في المسقط الأول، واحد تلاتة خمسة المفروض يكونوا في المسقط الأول. ما هي الواحد موجودة في المسقط الأول، لكن المسقط الأول هنا وهنا ما فيهوش ولا تلاتة ولا فيه خمسة. يبقى أكيد ألف وباء دول أكيد في واحدة فيهم بتلاتة، ويبقى التانية بخمسة. يبقى مجموعهم يديك تمانية. طب طرحهم يديك إيه بقى؟ خمسة. اتنين. ثمانية ناقص ثانية يا مستر. تلاتة يا خمسة مستر. ناقص تلاتة اتنين. اتنين اتنين. حلو. سالب اتنين أو اتنين. الله عليك يا هاجر، ممتازة.
موجب او سالب اتنين. موجب أو سالب اتنين يا أبطال، ليه؟ عشان المفروض تلاتة ناقص خمسة تبقى سالب اتنين، واحد تاني يقول لي لأ ما تبقى خمسة ناقص تلاتة تنفع يا مستر تبقى اتنين، يبقى طرحهم موجب أو سالب اتنين. عشان كده لا إما يجيب لك السؤال ده، لا إما يحطوا لك بين قيمة مطلقة. ليه؟ عشان الطلاب ما يختلفوش يعني، ويبقى اتنين إجابة نهائية. تمام. بس أنت تبقى عارف الأفكار دي، تبقى المفروض أنت كطالب تالتة إعدادي أنت داخل عارف هو ممكن يلف يقول إيه. مش داخل هتتفاجئ، لا انت داخل عارف ان في مفاجأة. المفاجأة انت عارفها اصلا، وعارف الاسئلة وعارف التريكات والتكات. ماشي. ألف زائد الباء بيقول لي بيساوي ألف باء بيساوي خمسة، يبقى ألف تربيع باء زائد ألف باء تربيع يا ترى بيساوي إيه؟ السؤال ده في حل سريع وفي حل بطيء. الحل السريع إنك تقول خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، بس خلصت. خلاص السؤال خد ثانية واحدة منك. الحل البطيء تمسك ده بقى وتبدأ تفكر فيه أيام أولى إعدادي، إنك تاخد ألف باء عامل مشترك. ألف باء تاخدها عامل مشترك، فهنا ألف تربيع باء هتبقى ألف بس، وهنا ألف باء تربيع ألف باء تربيع أخدت منها الألف خلاص، وأخدت باء، فباء تربيع دي هتبقى باء. حلو. طب ما ألف باء هنا بيقول لك خمسة، وألف زائد الباء برضه بيقول لك خمسة، ألاقي واحد كتب لي خمسة وخمسين بقى. لا يا سيدي ما بينهم ضرب، دي ما بينهم ضرب. يبقى خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. طب يلا بينا نشوف كده كل واحد ياخد سؤال. أول حد دخل سيف الله، صح؟ توكل على الله يا سيف الله. بيقول لك س تربيع صاد تربيع تقع ماشي. في الربع الإيه؟ تقع في الربع الإيه؟ نقط. علما بين الربع السين لا تساوي الصفر والصاد برضه لا تساوي الصفر. أيوه في الربع الربع الاول. الإيه؟ الله عليك، في الأول إجابة صحيحة، عشان التربيع هياكل السالب فلازم ده يبقى موجب ولازم ده يبقى موجب، وموجب موجب يبقى أول. يلا تاني حد دخل، يلا يا هاجر. تمام. السين بواحد واتنين والصاد بخمسة وستة، وبيقول لك الخمسة والواحد ينتموا لمين؟ سين في صاد. قصدي صاد في سين. آخر كلام إيه؟ أنا تهت. صاد في سين. أيوة شاطرة، الصاد في سين عشان الخمسة موجودة في الصاد الأول، وبعد كده الواحد موجود في سين، يبقى صاد في سين صاد في سين. طيب يلا يا جنة. السين بتساوي اتنين، يا ترى سين اتنين بتساوي إيه؟ المفروض سين اتنين اللي هو السين في السين ضرب ديكارتي، أو سي ضرب سي يعني الاتنين ضرب مجموعة الاتنين هي جنة. يبقى مجموعة مين ايه بس. ومين؟ مجموعة مين ومين بقى؟ مجموعة سين. ما هما اتنين واتنين أهو، يبقى مجموعة مين؟ اتنين واتنين. اتنين واتنين. اتنين واتنين يا جنة. يلا يا عمر، تمام يا اسطى. شد حيلك يا جنة معايا وركزي. ايه. لا يا مستر، عشان الشبكة قاعدة تقطع، النت قاعد يقطع عندنا وكده يعني، عشان كده مش سامع عادل. ماشي. يلا يا عمر. بيقول لك بين تمام. علاقة عين، هو الكلام ده عين تمثلها دالة، عين تمثلها دالة، مجالها هو إيه؟ تلاتة تلاتة خمسة. لا، أنا اه بقول لك استنى، تلاتة خمسة تلاتة خمسة. أنا بقول لك المجال. المجال. المجال، الدومين. إيه فكروني كده يا مستر. أهو وابقى حلو انا عارف. المجال هو المسقط الأول. اه تمام. هيبقى أربعة وواحد واتنين. عارف، عارف بقى اللي أنت جبته ده اللي هو المدى. اه المدى هو اللي تلاتة وخمسة، اللي هو تمام. المسقط التاني، لكن المجال هو المسقط الأول، المجال هو المسقط الأول. الأول. تمام، كلام في غاية الجمال وغاية الدلال. بيقول لي س ناقص واحد وتسعة وعشرين بيساوي أربعة، وصاد تكعيب زائد اتنين، أوجد س زائد اتنين صاد. يا سيف الله، معاك يا مستر. أنت عارف مستر أحمد بدر؟ عارف مستر أحمد بدر. مستر أحمد بدر جيراني وحبيبي يعني وصديقي من زمان من الطفولة يعني.
طيبين لا يعني تبدأ بالطيبين يا ربنا مستر. يبارك فيك ويحفظك. ده أنا بقرب لك المسافات بس، ها، عشان يعني تعرف لو كنت مني اعمل زيارة لكل الناس لاحبابي، صح؟ طبعا طبعا تتنور وتشرف. نورك يا مستر. هنا حلو. سن ناقص واحد وتسعة وعشرين سؤال حلو. تمام، هنسوي المسقط الاول بالمسقط الاول هنا. هنقول كلام جميل. س ناقص واحد بيساوي 4. يبقى السين السالب واحد بتساوي ناقص كام؟ موجب واحد، س بتساوي 5. حلو. وتسعة وعشرين بتساوي صاد تكعيب زائد اتنين، موجب اتنين تيجي هنا تمام. بسالب. بسالب 2 هتساوي يبقى 27. صاد تكعيب، يبقى صاد نقسم دي على بكام؟ 3 نقسم دي على 3. الله، على نقسم ده على التلاتة، الله، دي عايزة غرامة 100 جنيه، 100 ريال، 100 نقسم دولار ثانية، لا أنا آسف. ناخد 27. الجذر التكعيبي. أيوة جذر تكعيبي، أنا آسف. اه، هنا تكعيب، ناخد الجذر التكعيبي، يعني الجذر التكعيبي سبعة جذر وعشرين تكعيبي كام؟ 27 ب9. لا بتلاتة، عشان هو تلاتة بتلاتة. في أو ستة تلاتة في ثلاثة. تلاتة بسبعة وعشرين. 3 في امم 9. اه موجب لا، أو سالب. عشان جذر تلاتة في تكعيبي. تلاتة في تلاتة، لا يا هاجر مفيش موجب أو سالب هنا، ده تكعيبي، صباح الخير. أمم. ده التربيع هو اللي فيه موجب أو سالب، لكن التكعيب ما فيهوش موجب أو سالب. يبقى سيف الله صاد تكعيب طلعت ب27، هتبدأ تفكر ما هو العدد اللي أنا لو هضربه في نفسه 3 مرات يدينا 27، اللي هو 3 في 3 في 3 يبقى الصاد ب3. روح عوض يا سيدي بالسين والصاد بتوعتك هنا. السين ب5 زائد 2 صاد، يعني 2 في 3، 2 في 3 بكام؟ ست. 5 و6 بإيه؟ 11 يا 11. بيه. كلام جميل. السين بيقول لك مين اللي السين. عليه الدور يا مستر؟ توكل على الله، اتفضل حل. ماشي يا مستر. يا مستر. ماشي، اتفضل يا هاجر طالما انت عليك الدور، وبعدك عمر. سين في صاد. هتبقى نفتح قوس مجموعة وزوج مرتب. هتبقى 2 و3 و2 و4 و2 و5. 2 و3، 2 و4، 2 و5، شاطر. لسه سؤالك ما خلص. بيقول لك نون صاد 2 يا ترى بيساوي ايه؟ 9. شاطرة، عشان هما 3 أرقام يبقى 3 في 3 ب9 و3 عناصر. نون صاد 2 يا ترى بيساوي ايه؟ ن2 بواحد. الله عليك. طيب سين 2 نفسها من غير نون. هتبقى قوس مجموعة وقوس مرتب 2 و2. الله أشكرك جدا، 2 و2. كلام جميل، يبقى انتوا الله أكبر في الدروس الأولى دي كويسين جدا. حلو، فرحتوني. يلا يا عمر، حظك بقى يا عمر. بيقول لك آه. النق بيساوي 3 وعايز حجم الكرة. حجم الكرة ده المفروض انت أخدته في تانية إعدادي في الترم الأول في درس التطبيقات. انت أكيد ناسي لا. القانون، أفكرك بيه ولا هتفاجئني بيه؟ مش فاكرة يا مستر، فاجئني انت. لا أربعة انت على كعبت. تلاتة، لا لم تكعيب، ده حجم المكعب يا راجل. حجم الكرة 4 على 3 بينات تكعيب. بصوا جمال القانون ده ما يتنساش ليه، هنا على التلاتة وهنا في تكعيب، ما القانون متناسق. وعايز نفك الباي ولا اسيب الباي زي ما هي؟ عادي مش هتفرق، سيب الباي يا سيدي، تمام. هي. يبقى قول لي بس تمام. حجم القانون، قول لي حجم الكرة. يا شطار، الطالب يبقى 4. المتفوق. الطالب المتفوق في تالتة إعدادي ممكن ينقص في الرياضة بسبب الأسئلة التراكمية، إن هو ما بيرحمش في الأسئلة التراكمية، بيجيب سؤال من أولى إعدادي براحته، سؤال من تانية إعدادي براحته خالص، يبقى درس أنت ناسيه. عادي خالص، كل سنة بيفاجئوا الطلاب بسؤال من أي درس أولى تانية. فأنت لازم أسئلة زي كده حجم الكرة، خلاص مستر أحمد شرحه مش هيشرحه تاني، المفروض هو في ذهنك. 4 على 3 باين على هتبقى التكعيب. 36 باي. هتبقى شاطر، 36 باي. شاطر، الله عليك. هتبقى 4 على 3 في باي في 3 أس 3 بتساوي 9. هنقسم على هنقسم على 27 3 على من 3 فوق. فيها 9، 9 في 4 على ب 3 فيها 36. 9. قول لي بقى يا تمام. عمر، حجم الكرة بيساوي إيه؟ حجم الكرة 4 على 3 امم باي نق تكعيب. أيوه بس الحفظ ده حفظ تعبان، أنا عايزك تقول 4 على 3 بيانات تكعيب. اه. 4 على 3 أوه. باي نق تكعيب. أيوه كده. جانا هتعرفي تجاوب ولا لأ؟ احنا سامعينك تحت أعماق البحار. بيقول لك النقطة دي تقع في الرابع. يا ترى السين بتساوي إيه؟ بص يا شطار، السؤال ده أنا هحل لك حل تقليدي عادي سهل، وبعد كده هحل لك الحل التفصيلي بتاعه،
وأقول لك السؤال ده المفروض يتحل إزاي. هو المفروض الربع الرابع يبقى أنا عايز المسقط الأول موجب، فما ينفعش تلاتة ولا ينفع اتنين، عشان هنا في تلاتة وفي اتنين، يبقى القيمتين دول مرفوضين على طول. طالما في تلاتة واتنين يبقى مرفوضين، عشان ما يبقاش في مسقط بصفر. يبقى أنت معاك أربعة. لو عوضت بالواحد المسقط الأول بصفر فغلط. لو عوضت بأربعة جميلة جدا، يبقى الحل هو أربعة. شفتوا المسألة ثانية لثانية بتخلص. يبقى أنا رفضت حلين تلاتة واتنين عشان موجودين قدام. رفضت واحد عشان لما أجي أعوض بيها يدير المسقط الأول بسالب، والربع الرابع المسقط الأول بموجب. طب الحل بقى التفصيلي، الصراحة الحل التفصيلي طويل حبة كده. المفروض يتحل حل متباينات. هتقول لي المتباينة الأولى المسقط الأول أكبر من الصفر، والمسقط التاني أقل من الصفر. يبقى س أكبر سالب تلاتة تروح هناك بموجب تلاتة، وهنا سالب س تروح هناك بموجب س، وتسيب هنا اتنين. يبقى أنا بقول لك السين أكبر من التلاتة، وهنا بقول لك السين أكبر من اتنين. تسمع كلام مين؟ تسمع كلام المنطقة المشتركة. السين أكبر من اتنين والسين أكبر من تلاتة، خلاص يبقى احنا هناخد السين أكبر من التلاتة عشان أعم وأشمل. يبقى أي حاجة أكبر من التلاتة يمكن التعويض بها هنا. يعني السؤال ده لو جه أكمل، عارفين هيتحل إزاي؟ من تلاتة لما لا نهاية. تلاتة إيه يا مستر؟ فترة مفتوحة. لما لا نهاية فترة مفتوحة. الله لو جه أكمل ولا جه وفي صورة فترات كده، يبقى صعب برضه، مش هيبقى سهل لأي طالب. الحل ده اتفهم؟ يعني أي رقم أكبر من التلاتة، تلاتة واحد من عشرة ينفع نعوض بيه. اتفهمت النقطة دي؟ إيه الصمت الجميل ده؟ إيه الصمت ده؟ ما هذا؟ طب اتفهمت النقطة دي؟ كده كده تمام يا أول مستر. مرة. الله ينور عليك. ماشي. ايه مستر هاجر؟ ايه الناس ما تردش عليا ليه غير سيف ولا هاجر وجنة وعمر؟ لا كنت بحفظها. طيب احفظيها على مهلك اهو. خلي بالكم نقطة مهمة وحلوة. ماشي ماشي يا سيدي. يلا بينا ندخل في اللي بعده. بيقول لي هنا اتنين أس س وسبعة وعشرين بيساوي أربعة وستين قصاد تكعيب. يا ترى س زائد واحد على قصاد ناقص واحد بيساوي ايه؟ واحدة واحدة. أنا هساوي المسقط الأول أهو بالمسقط الأول، الأول بالأول، والتاني أهو بالتاني أهو، واحدة واحدة وماشي خطوة خطوة. اتنين أس س بأربعة وستين. يا ترى الأربعة وستين دي اللي هي اتنين أس اتنين كام؟ ستة. الله عليك يا هاجر. طب هروح أتأكد لو سمحت. يعني اتنين في اتنين في اتنين في اتنين في اتنين في اتنين ست مرات كده، دي بتمانية ودي بتمانية، فتمانية في تمانية يدينا أربعة وستين. يعني أربعة وستين دي جواها اتنين ست مرات. اه فعلا كلامك صح. يبقى السين بيساوي ستة. السين بيساوي، ستة. وهنا سيف الله لسه حل المسألة دي، قال لي الصاد بيساوي تلاتة. تلاتة. روح عوض بيها لو سمحت. ستة وواحد سبعة، وصاد نقص منها واحد يبقى تلاتة ناقص واحد اتنين. سبعة على الاتنين فيها تلاتة ونص. تلاتة ونص. ونص. كده كلام جميل جدا. بس ثانية بس ايه، أسجل عندي المعلومات عشان نمشي المراجعة طريقة مظبوطة. من تالتة إعدادي. تالتة إعدادي. حلو جدا. كده نروح لأول محافظة ونقول بسم الله. يلا بينا نروح لأول محافظة يا أبطال. في وطب والواجب بتاعكم هتحلوا لي أول نموذج كده تتسلوا بيه. صفحة 32. صفحة 32 في كراسة التقويم. يعني أنا أهو صفحة 32 في كراسة التقويم. نموذج رقم واحد في الجبر مستر والإحصاء واجب. اتفضل.
اتفضل. في حد سامعني ولا ايه؟ الواجب اتسمع؟ اه يا مستر. تمام، كلام جميل. دلوقتي ايه، ندخل بقى في اول محافظة نحلها مع بعض، محافظة القاهرة. محافظة القاهرة. طيب ايه انا يا هحل. مستر؟ ايه يا عمر، شكلك مش سامعني، مش عارف ليه. سامعك يا مستر، بس محافظة القاهرة اللي هي بتوع الجبر صح؟ محافظة القاهرة الجبر. تمام يا مستر. وانا دلوقتي ايه، اديت برضو نموذج اول، بس انا هفتح لك الكتاب عشان تشوفه بسرعة، بدل ايه ما نفضل نكتب الاسئلة. فين الشير؟ اهو. اهو يا سيدي، محافظة القاهرة اهو قدامك، بدل ما نفضل نكتب الاسئلة. بسم الله، يلا بينا نشوف اول سؤال. كل واحد ياخد سؤال على السريع كده، والواحد ما يأخرش في سؤاله لو سمحت. اللي كان عليه الدور جنة، بس الجنة عندها نت وحش. يلا اتفضل اتفضل يا سيف الله. ألف إذا تنتمي كان الحرف. ألف تنتمي لحاء، وبحيث آه. ألف زائد سالب ألف يساوي سالب ألف زائد ألف يساوي صفر. حلو. فإن العددين ألف وسالب ألف كل منهما إيه للآخر؟ محايد جمعي ولا معكوس جمعي؟ معكوس جمعي. معكوس جمعي. شاطر. ليه معكوس جمعي؟ بعكس إشارة. معكوس ضربي بشقلب. محايد جمعي معروف هو مين؟ الصفر. طب محايد ضربي الواحد. يلا يا عمر، هاجر. هاجر وبعد كده عمر. يلا يا هاجر. إذا كان س ناقص 4 و3 بيساوي 0 و3، فإن س تبقى س ناقص 4 بتساوي 0، الله فتبقى عليك، س مسقط أول بيساوي الأول. يبقى سالب أربعة تروح هناك، يبقى س بيساوي أربعة. يلا يا عمر، رقم ثلاثة. إذا كان ألف على باء بتساوي جيم على دال، وألف بتساوي جيم ميم، إذا باء بتساوي دال ميم. الله عليك، الألف دي يا شطار، الألف دي قال لك جيم في ثابت، يبقى لازم تحت في نفس الثابت. يبقى الباء بدال ميم، الباء بدال ميم. رقم أربعة يا جنة لو سامعانا. ماشي. ده يا شطار عدد في مرافقه، أخدته في تانية إعدادي، بضرب الأول في الأول والتاني في التاني، بس ما بعملش حاجة تاني خالص. ولو غلبت في المسائل دي، تك تك على الآلة. جذر خمسة في جذر خمسة بخمسة. سالب في موجب بسالب، واتنين في اتنين بأربعة. خمسة ناقص أربعة واحد. مش محتاج أي حاجة تاني، يبقى العدد في مرافقه بضرب أول في أول تاني في تاني. جذر خمسة في جذر خمسة بجذر الخمسة وعشرين، اللي هو اختصار بنقول عليه على طول خمسة. واتنين في اتنين بأربعة. خمسة ناقص أربعة بيساوي واحد. رقم خمسة من مقاييس التشتت يا ترى إيه؟ التشتت المدى. حاجتين، المدى ولا الانحراف المعياري. لقيت المدى اختار المدى، لقيت انحراف معياري اختار انحراف معياري. لكن المدى ما يعتمدش عليه عشان حساباته غير دقيقة، لكن الانحراف الله عليك. المعياري اللي بيجيب نتائج أفضل. أما الوسط ووسيط ومنوال دول تبع مين؟ الوسط والوسيط. المنوال الحاجة الرقم لا لا المتكرر. لا، تبع مين؟ يعني المدى ده تبع التشتت، الوسط والوسيط المنوال دول تبعا جمع لإيه؟ البيانات. لا. ها. تبع حاجة الوسط يعني. الحسابي. تبع إيه؟ الله عليكم. مقاييس النزعة المركزية. لسه بقى، مقاييس. عشان كده أنا ما خدتش الدرس بتاع. ماشي أهو مرة كمان. مقاييس النزعة المركزية عطار. وسط وسيط منوال. وسط وسيط منوال دول اسمهم إيه؟ مقاييس نزعة مركزية. بس النزعة المركزية. لكن مقاييس التشتت حاجتين، يبقى فيها في مقاييس تشتت ومقاييس نزعة مركزية. مقاييس التشتت عليك السنة دي مدى وانحراف. مقاييس النزعة المركزية عليك من أولى إعدادي، وسط وسط منوال. رقم ستة. طبعا الاتنين أكبر طبعا أكبر عشان من أكبر من. عشان يكون مترقب الثاني. رقم اتنين ألف. يلا يا أنا اللي هاجر. عليا مس. ماشي، بس رقم آه، ستة أنا أخدتها مكان هاجر، فهي تمام تاخد يا مس. هاجر سؤال. يلا. تمام. إذا كان صاد تتغير طرديا مع السين، يبقى الصاد بإيه؟ الصاد بميم س. حلو. نشيل الصاد نحط مين؟ 5 ونشيل س ونحط 15. يبقى 15 في ميم، يبقى الميم دي بكام؟ اتنين بتلاتة. لا. وهاجر هتقول بكام؟ تنبه 3 يا هاجر.
بتلت يا أبطال، بتلت. خلوا بالكم من الغلطة الكبيرة دي. ما انت بتقسم على تلت ب 15 ولا معامل الميم. 15 انا ما اتكلمتش يا مستر. ما انا عارف، انا مش عارف. المفروض 15 على 5 يا مستر؟ لا، بص، دي 15 في ميم، ده السين هي اللي ب 15. ما انت يبقى 15 بتقول في 5. ازاي ال 15 دي بقت 5؟ هل 15 في 3 زي ما انت قلت؟ ما انت بتقول في 3 اهو، 15 في 3 ب 45. يبقى لا غلط. غلط. يبقى 15 في تلت. عشان ما تتلخبطش، اللي قدام الميم بقسم عليه، اللي قدام الميم 15 بقسم على 15، 5 على 15 فيها التلت، يبقى الميم بتلت. حتى هاجر مستنية على نفسها قاعدة تفكر تلت ولا تلاتة، تلت ولا تلاتة. لا، ما هي مش 3. اه 5 على 15 في تلت، يبقى الصاد بيساوي تلت س. كملي يا هاجر، لسه دي العلاقة. أنا عايز بقى السين لما الصاد بتلاتة. يبقى هنا دي علاقة طردية، يبقى س1. لا، هنا ص1 على ص2 بيساوي س1 على س2. طب وانت تعبي نفسك ليه؟ ما انت جبت العلاقة، ما انت طالما جبت العلاقة ما تشيل لا، الصاد كفاية. وتحطي تلاتة أسهل. وقولي التلاتة عشان بتلت س. تلت الإيه اللي بتلاتة؟ مستر. ها، انا مستر اللي عليا الدور. ماشي. بس هاجر المؤخرة ليه في السؤال ده؟ مش عارف. تلاتة في تلاتة بتسعة، يبقى س بيساوي تسعة، س بيساوي يس. تسعة. هشرحه 1. مرة. هشرحه مرة كمان. لأ، تسعة مش واحد. 9. هشرحه مرة كمان. صاد تتغير طرديا مع السين، العلامة دي بشيلها وأحط يساوي وثابت. أنا عارف إن في ناس نسيت حاجات، عادي، ده طبيعي إنك تنسى. إن أنت إنسان طبيعي. بس لو ما راجعتش اللي أنت نسيته يبقى أنت مش طبيعي بقى. حلو. الصاد بخمسة، شلت الصاد حطيت خمسة أهو، شلت الصاد وحطيت خمسة، شلت السين حطيت 15. اللي قدام الميم 15 بقسم على ال 15، 5 على 15 بتلت. شلت الميم وحطيت تلت هنا اهو، شلت الميم في العلاقة دي وحطيت تلت، يبقى الصاد بتلت س. صاد بتلت س. جه وقال لك أنا عايز السين. سبت السين في حالها وسبت التلت في حاله وشلت الصاد حطيت تلاتة، وسألت نفسي تلت السين بتلاتة يبقى السين دي بتسعة، عشان تلت التسعة تلاتة. أو ضربت تلاتة في تلاتة على طول اديتني تسعة. هاجر قالت لي طب يا مستر ايه رأيك ما نحط في طريقة تانية؟ ايه رأيك نقول س واحد على س اتنين بيساوي صاد واحد على صاد اتنين؟ قلت لها والله طريقة جميلة، يلا بينا اسمع كلامك اهو. س واحد بكام؟ س واحد اللي هي الموجودة في الأول ب 15. طب س اتنين بكام؟ لا، هو ما رضيش يقول لي، هو بيقول لي أوجد قيمة السين. كده كان 20. طيب صاد واحد بكام؟ صاد واحد بخمسة. 5 طب صاد اتنين على بكام؟ 3. بتلاتة. طب عايز 15 اجيب بتلاتة على 3. السين. عايز اجيب السين اعمل ايه؟ هضرب 15 في 3 على 5، 15 في 3 اللي هم الوسطين على الطرف. 15 على 5 في 3، 3 في 3 بتسعة. اللي يحل الحل الاول باشمهندس كبير، اللي يحل الحل التاني دكتور كبير، الاتنين ممتازين. يلا بينا بقى. طب واللي ما يحلش يا مستر؟ ده بقى ايه؟ ده راجل مراجع دماغه ده. العالم بقى بتاع صنايعي يا المنطقة. مستر، صنايعي. لا، ده الصنايعي بيفهم اكتر منه. رقم باء. إذا كانت السين تمام. بيساوي الكلام ده وصاد بالكلام ده، وهنا علاقة من س إلى صاد، حيث ألف علاقة الباء تعني إن الكلام ده بيساوي الكلام ده. اكتب بيان هتبقى عين. ها، بيان اتفضل. عين. عين بتساوي. نعمل قوس مجموعة واثنين وأربعة وثلاثة واحد وستة. واحدة واحدة يعني. أنت قلت اتنين أنا همشي وراك وبعد كده أشوف صح وغلط، صح ولا غلط. ها. تمام، اتنين وثلاثة وأربعة وستة. وتلاتة وستة. وبالنسبة لواحد والتلاتة. ده، الواحد ده بايع ولا إيه؟ واحد هنضربه في الاثنين. مش ما فيش اتنين في الناحية التانية. الله عليك. فواحد واتنين لا ينتمي لبيان العلاقة، لا ينتمي إلى. استنى يا مستر، هرسم لنا المخطط السهل. ماشي. يبقى أبطال واحد واتنين لا ينتمي. مسك الواحد ضربه في اتنين، الصاد ما فيهاش اتنينات. طيب المخطط اه. السهمي أهو، واحد اتنين تلاتة. يا حلو مستر. جدا. حلو. أنت معاك قلم ولا إيه؟ لا، ده انا بكتب بايدي على على اللابتوب. اهو ماشي. شفت. حلو. أربعة خمسة ستة. تمام. الواحد مفيش، الاتنين هتروح مع الأربعة. أدي يا سيدي وديتها لك مع الأربعة. تمام، والتلاتة مع الستة بس. التلاتة مع الستة.
ومثال وعين مش واحد. دالة. ليست وعين دالة. دالة. ليه؟ إيه السبب؟ لأن لا يوجد عنصر لأن كل عنصر من عناصر س لم يظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. الله عليك يا عمر. وأنا بالتحديد أروح أقول له لأن الواحد الجميل ينتمي للسين، صح ولا لأ؟ ينتمي للسين. تمام. ولم يظهر كمسقط أول، ولم يظهر كمسقط أول. أو يبقى هو سبب الواحد ده إن الواحد ده موجود جوه السين، المفروض يظهر كمسقط أول، ما ظهرش. يبقى عين ليست دالة. وعشان تبقى فاهم، في الرياضة ليست دالة يعني ملهاش مدلول، يعني ملهاش معنى. يعني بالنسبة لنا احنا 2 ألف بيساوي باء، وهنا س وهنا صاد. المسألة دي ملهاش أي لازمة، ما نقدرش نستخدمها في حياتنا ولا في أي مشروع ولا في أي حاجة. لكن أي حاجة تبقى دالة نقدر نطبقها على أي مشروع، على أي حكاية، على أي قصة، على أي حدوتة. عشان تبقى عارف يعني إيه دالة أصلا. ماشي. رقم 3 ألف، احسب الانحراف المعياري. الله على الجمال، السؤال ده ليا أنا بقى. ماشي، بس نحذف اللي عمر كتبه الأول. أهو. أوكي. نرجع هنا. الانحراف المعياري لازم أجيب الوسط. أجيب الوسط اللي هو س بار، مجموع القيم على عددهم. أجمع 1 و2 3 و4 7، 7 و6 13، 13 7 30. 20، 30. الله عليك جدع. 1 2 عايز 3 تبقى 4 الخمسة. 5 6. الله أكبر. يبقى س بار ب5. هكتب السين، واكتب بعد كده س ناقص س بار، بعد كده س ناقص س بار كل تربيع، وخلص. طب الخطوات دي أنا بقى ليه بنساها. مستر؟ الخطوات دي أنا بنساها فبفتكر القانون. بفتكر القانون. اتفضل يا سيف الله حلها. هنكتب في الأول س 1 2 4 6 7 7 10. حلو. وبعديها 1 ناقص 5 -4. جميل. واتنين ناقص 5 -3. حلو. و4 -5 -1. و6 -5 1. و7 -5 2. و5 -10. و10 -5 3. 5. 5. هربع. 7 4 ب16. 9 1 1 4 25. أهم حاجة ده، أهم حاجة المجموع 10 5. بتاع س ناقص س بار كل تربيع. 10 5 15 40 56. 56. كلام جميل. القانون بيقول لي السيجما بيساوي جذر. ما تنساش الجذر لو سمحت، ما تنساش الجذر لو سمحت. ما تنساش الجذر لو سمحت. مجموع س ناقص س بار كل تربيع على مجموع النون اللي هو عدد القيم. جذر اتفضل. 56 على مين بقى؟ 56 على 6. على الستة. لاحظ إن دايما بتقسم على عددهم مرتين، مرة في الوسط ومرة في القانون، وتخطق على الآلة وتشوفها لي بكام. رقم باء. إذا كان الكلام ده بيساوي الكلام ده، في أول قيمة السين على الصاد. هنا بقى السؤال ده جبته قبل كده في امتحان، والناس الله أكبر زعلتني، وفي ناس مجاوباه غلط، وناس سايباه خالص مش عارف إيه، رغم إن هو تافه يعني مش سهل، لا ده تافه. خلينا ناخده بره ونتصاحب عليه ونقول له إيه ونقول يعني. طرفين خطوتين. بس نضرب طرفين في وسطين ونجمع الحباب مع بعض، صح؟ اه. يلا يلا بينا أهو نكتبه بره عشان ناخد بس راحتنا في الكتابة. س ناقص 3 صاد على س زائد 2 صاد بيساوي 2/3. أوجد قيمة س على صاد. التلاتة دي هضربها هنا، أكتب 3 في س ناقص 3 صاد بيساوي 2. دي هضربها هنا، 2 في س زائد 2 صاد. 3 في س ب3 س ناقص 3 في 3 ب9 صاد بيساوي 2 في س يا عمر ب2 س، بتنسي. زائد 2 في 2 صاد يا جنة ب4 صاد. 4 صح. جمع تمام يا الحباب مستر. مع بعض. 2 س تيجي هنا بسالب 2 س، سين ادي وسالب س. 9 صاد تيجي هنا بموجب 9 ده صاد. بتسعة الصاد. 3 س ناقص 2 س يديك سينية واحدة بس. وأربعة يساوي وتسعة 13 صاد. 13 صاد. 12. أنا عايز س على الصاد. س بتساوي 1 على 13. حلو. ورأي باقي الناس إيه؟ آه... لا يا مستر، 13 على الواحد. حلو. ورأي باقي الناس إيه؟ 13 على الصاد. حلو. يبقى والباقي 13 على 1. 13 على 1. هو هاجر. 13.
13. هي 13 واحد فيها 13 فقط. س على تلاتاشر. الصاد. ايوه، ايدك ما ترجعش فاضيه، ايد س على ايوه، الصاد. ده القانون اللي ما ترجعش فاضيه الله ده. عليك، تبقى 13 على الواحد اللي هي 13. ودي خاصيه من خصائص التناسب. الخاصيه رقم 2، ايدك ما ترجعش فاضيه دي. ماشي. يلا بينا اللي بعده. مديك شكل جميل محترم. حلو جدا. بيقول لك هنا اوجد كل من السين ايه وصاد ايه. صلى الانحراف على النبي يا المعياري بيه. الانحراف المعياري طلع امتى؟ طلع جايز 56 على 6. انا قلت في حد يحسبها على الآلة يعني، يشوف لنا بكام. تقريبا 3 علامة عشرية 0.55. بعد كده 0.52. رقم. يبقى تقريبا بتلاتة. خلاص تقريبا بتلاتة طالما 3 عشرية 0. حلو. هنا بيقول لي أوجد السين وأوجد الصاد. قلت له حاضر يا عم الحاج، بس صلوا على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السين يا أبطال أهي، مجموعة الخمسة والاتنين. أهي السين جواها صاد خمسة واحد واتنين. اتنين تلاتة. الصاد فعلا واحد واتنين وتلاتة. السين في التقاطع، السين سيبها هي الخمسة والاتنين. التقاطع يشطها المنطقة المشتركة دي أهي، هي دي اسمها التقاطع. التقاطع العلامة بتاعته لتحت، لكن اللي فوق اتحاد. ونقول له الخمسة مع الاتنين، سؤال متكرر، خمسة مع الاتنين واتنين مع الاتنين وخلص الموضوع. يلا بينا. رقم باء. خلوا بالكوا، شايف الامتحان بسيط ازاي، وهيجي لك والله امتحان بسيط زيه. ورغم كده تلاقي بعد الامتحان في الجروبات الطلاب الله يسامحه اللي حاطط الامتحان ده، انتوا مش فاهمين حاجه، اللي بيقول سهل ده ربنا ينتقم منه، ده مش فاهم حاجه، ده الناس دي غشت. والامتحان فعليا كله من الاسئله اللي في الملخصات اللي قبل كده، اللي المدرسين شارحينها مره و70 مره. ولا طالب يا مستر الامتحان صعب. صعب مين يا حبيبي؟ والمشكله الناس تركب الموجه ويقولوا صعب وخلاص. الامتحان بسيط اهو قدامك اهو. اول محافظه، وهتلاقي كل المحافظات كده باذن واحد احد. اوجد الوسط المتناسب للكميتين. والله الوسط المتناسب اللي مذاكره عارف قانون موجب أو سالب جذر حسن في حسين بس. موجب أو سالب جذر الوسطين، اضرب الحدين